بالقضيه اللي جابه يبقى قفشه ايه زملكاوي ونحتفل احنا بيها. انت عملت كده على الصفحه. ايه المشكله؟ على الصفحه عنده. انت قلت انا كده؟ بحب قفشه. على الصفحه عنده. ثانيه واحده بس، انا بحب قفشه، وقفشه لعيب كبير جدا ومهم جدا، والنادي الاهلي مش عارف يستغل قفشه بالشكل فقال لك اجيبه عندي واحتفل بالقضيه. انت عارف زمان كان قفشه اقرب من الزمالك من الاهلي. قفشه لعيب لما كويس كان في التعاقد احتفل بالقضيه. الاهلي مش عارف يستغل قفشه بالشكل الامثل، يجي الزمالك هيشوف بقى ونحتفل حاجه تاني خالص. ونحتفل بالقضيه في يوم واحد. نحتفل بالقضيه في يوم واحد. استنى بقى تعال نحتفل بالقضيه في يوم واحد. انت عايز تحتفل بالقضيه بقفشه؟ ايوه الزمالك قفشه زملكاوي لما يجي يلعب في الزمالك يبقى بتاعنا. انت متخيل؟ يبقى ايه بقى؟ بتاعنا. وتحتفل بالقضيه بتاعتك. ايوه وهيجيب قضيه جديده. ايه المشكله؟ لا جديده قضيه في الاستوديو. انت جبت لنا قضيه في الاستوديو. احنا هنجيب لك قضيه وربنا جبت لنا قضيه في الاستوديو. احنا لما ناخد قفشه هيجيب لك قضيه يعني. طب حلو قوي، خلينا بس والنبي عشان نعرف على قد. يعني انت هتاخد قفشه من الاهلي صح؟ وتحتفل معاه بالقضيه بتاعته وهو معاك. لا قضيه جديده، قضيه جديده. هتجيبها منين الجديده دي؟ يا باشا مش هيلعب عندنا. يا باشا هو كاتب هيحتفل بالقضيه. 2 نجوم هيلعبوا ما هو تقريبا عنده قضيه واحده. احنا مرحبين بيهم. احنا مرحبين بيهم. هيعمل قضيه جديده. هقول لك من الاخر لا اقفل على كده بقى. قفشه عمل قضيه خلاص، وهو قضيه واحده. القضيه الثانيه انت اللي هتجيبها لنا. هو جابها خلاص. انا هجيبها للاهاب. جابها لي وربنا جبت. اقفل بقى. شكرا. اقفل بقى. اقفل بالقضيه دي. شكرا.